السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الجديدة والأخيرة من مسلسل علي كلاي. الحلقة دي مليانة توتر ومفاجآت وقرارات مصيرية هتحدد مصير كل الشخصيات اللي اتعلقنا بيهم طول المسلسل. بعد ما مختار جه لعلي وقال له إنه روح عايشة وإنه علشان يشوفها لازم يخسر الماتش، علي وقف شوية يفكر، لكن قراره كان حاسم. قال له: أنا موافق، بس عايز أعرف إزاي هتضمن لي إن كل ده هيحصل بالظبط. مختار ابتسم وقال له: وقت الماتش أول ما تخسر هبعتها لك مع صاحبك صفوان. علي اتنفس وقال: تمام، اتفقنا. ومختار مشي وهو مطمن، لكن علي كان عارف إنه لازم يكون ذكي جدا عشان يضمن سلامة روح. حياة واقفة جنب علي وصفوان وعينيها مليانة خوف. قالت له: إيه اللي بتعمله ده يا علي؟ هتضيع كل حاجة عشان كلمتين من واحد مجنون؟ روح ممكن تموت وانت عارف. علي ابتسم وقال لها: ما تقلقيش، مش هخسر الماتش، أنا بس هعمل نفسي مهزوم لحد ما صفوان يتأكد إن روح بخير، وبعدها أتصرف. اتفقوا كمان يبلغوا الشرطة قبل الماتش عشان يكون عندهم دعم لأي موقف مفاجئ. في يوم الماتش علي بدأ يلعب وكأنه متدرب ومرهق وكل حركة محسوبة، وكل ده قدام عين مختار اللي كان مبسوط جدا وشايف إنه على وشك يكسب. لكن في نفس الوقت رجالة مختار كانوا بيودوا صفوان عند مكان روح، وفعلا صفوان اتأكد إنها عايشة وأخدها بسرعة على الملعب قبل بداية المباراة. علي أول ما شاف روح جري عليها وحضنها، وابتسامة فرح ظهرت على وشه. حتى مختار جه وقال له: أنا اللي كسبت يا علي. علي رد بحزم: مش مهم أي حاجة دلوقتي، المهم روح عايشة. مختار حاول يستفزه وقال له: ما تقفش قدامي تاني يا علي ولا هتعمل حاجة. علي رد وقال له بابتسامة: هنشوف مين اللي هيضحك في الآخر يا مختار. وفي الوقت ده الشرطة وصلت وقبضت على مختار وقالت لعلي: هنرجع ليك روح تاني ومش هسيبك. علي فرح جدا برجوع روح، وحياة كانت واقفة جنبهم دموعها نازلة بسبب الخوف والقلق اللي عاشوه. بعدها روح قعدت مع علي وقالت له: أنا عايزة ابني يا علي، ميادة خطفتني وخدت ابني. علي اتفاجئ وقال: ده ابنك كمان لسه عايش؟ روح أكدت له الكلام وقالت له: ميادة كانت بين الحياة والموت، ولازم نروح نتكلم معاها ونسأل عن ابننا. علي وروح راحوا على المستشفى بسرعة والقلق كان مال الجو. في نفس الوقت منصور قعد مع ميادة وقال لها: أنا خلى المحامي يكتب كل حاجة باسم علي عشان فلوسه تفضل موجودة وما البنك ما ياخدهاش. ميادة ردت: كويس، بس عايز أقول لك حاجة قبل ما أموت. منصور حاول يطمنها وقال لها: أنت هتبقي كويسة. ميادة قالت له: يا خالي، الولد ده مش ابني، ده ابن علي، خدته من روح وقلت أربيه، لكن الحمد لله ربنا هداني وعايزة أرجعه لعلي. منصور قال لها: حاضر يا ميادة. وفعلا في اللحظة دي ميادة ماتت، ومنصور كان ماسك الولد وعيونه مليانة دموع. علي وروح وصلوا المستشفى وشافوا ميادة ميتة، ومنصور سلم لهم الولد وقال لعلي: سامح ميادة يا علي. علي قال: ربنا هو اللي بيسامح. أخد روحه وابنه وروحوا. في مشهد آخر ماهر كان متضايق جدا لأنه رغم العداوة بينه وبين علي، الفلوس والده فضلوا مع علي. قال له: ما تزعلش مني يا علي، أنا بطمنك الفلوس كلها هتفضل معايا لحد ما تحل مشاكلك. علي شكره وقال له: الحمد لله، أنا دلوقتي معايا كل اللي محتاجه. صفوان أخد خطوة جريئة وانتقم من عظيمة اللي كان السبب في موت أخوه وكل اللي حصل له، وحوله للمحكمة، والشرطة قبضت على مختار وعظيمة بعد ما ثبتت عليهم جرايمهم الكتيرة. في مشهد مؤثر علي ودع حياة وشكرها على كل اللي عملته معاه، وقال لها: لازم أكمل حياتي مع ابني ومع روح، ومش هنسى اللي عملتيه معايا أبدا. حياة دموعها نازلة وقالت له: خلي بالك من نفسك يا علي وربنا يسعدك. روح كانت شايلة ابنها وحضنته لعلي بكل حب، وابتسامة الفرحة على وشه ما تسيبش مكانها. بعد كده سيف بدأ يشتغل مع علي واعتذر للكابتن سعيد على كل اللي حصل، وقال له: اتعلمت درس عمري ما هنساه، وعيلتي ضاعت وده ذنبي وذنبه. الكابتن سعيد سامحه وقال له: المهم ربنا يسامحك. علي فتح أكتر من محل لعلي كلاي وبقى بطل عالمي في الملاكمة، ومعاه روح وابنه عايشين في فيلا عزازي، وافتتح دار مسنين جنب دار الأيتام. وكاميليا كملت شغلها مع علي وكسبت بالحلال، وغندور وخليل اشتغلوا في السوق وبقوا حبايب مع علي كلاي. والسيطرة على السوق والملاكمة كانت في إيده، وروح كانت فرحانة جدا بعلي وباللي وصل له. دي كانت سريعا أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل علي كلاي.
استنونا في مسلسلات تانية كتير إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.